ايوه ايوه، يا قصيره يا شبر ونص انتي يا اللي عايزه توقعي بين الاخوات. لا مالكيش عندي فلوس، لا انت ولا بنتك، من هنا ورايح مفيش ولا جنيه هتاخدوه مننا. ما انتي حربايه. انا اللي حجبايه، انا هوريكوا شغل الحرابيق من دلوقتي. عامله ايه يا ماما؟ ايه يا زوزو عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي منزلك الصبح بدري كده؟ بخير الحمد لله. كنت بودي البت المدرسه النهارده عشان بدفع لها بقيه قسط المدرسه. ايوه ايوه انا بقول. ومصطفى بعت لي فلوس، قلت انزل اسحبها وجايه اكلمك في موضوع. خير يا حبيبتي خير. امال الليل فين؟ ليه نزلت السوق تجيب لي شويه طلبات. على الصبح كده يا ماما؟ ما انت عارفه بقى احنا بنحب نعمل اكل بدري. وبنتها فين امال؟ بنتها نايمه جوه. نايمه؟ مش بتوديها الحضانه ليه؟ ابوها لسه ما بيبعت؟ ما بيبعتلهاش فلوس يا بنتي، هتوديها منين؟ يا عيني الله يكون في عونها. يا رب. ودي اخو جوزك اهو، اخوها بيساعدها وخلاص. ما احنا جايه اكلمك في الموضوع ده ماما. خير يا حبيبتي. ماما الموضوع ال 2000 جنيه اللي مصطفى بيخصمهم من مصروف البيت عشان يديهم لاخته دول مقصرين معانا ومع ولادنا. اخص عليك يا زوزو، انت هتبصي ان جوزك بيدي قرشين لاخته؟ لا هبص ان اخته بقت بتشتغل وابو بنتها بيبعت لها كل حاجه وهي بتنكر خيره. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ابص ان كل ده انت كمان ناكره خير ابنك، ودايما تقولي بنتك ما معهاش. ده فعلا هي معهاش يا بنتي. ما معهاش ازاي وهي بقى لها شهرين بتشتغل؟ انت مين اللي قالك الكلام ده؟ اللي قال لي. ما حصلش. ليه مش شغاله؟ ليه يا ماما انت هتكذبي يا ماما وانت كبيره كده؟ بقول لك ايه يا زوزو، انت هتبصي البت في القرشين اللي جاي لها، ما بتشتغل وتشقى وتتعب عشان تعمل مستقبل لبنتها. مستقبل لبنتها على حساب ابنك؟ على حساب طليقها اللي بيبعت مصروف بيته كامل وحاجتها كامله وما بينقصش بيته جنيه وبيدفع لها حتى مصاريف المدرسه اللي انا مقسطه مصاريف عيالي عشان خاطر اديها هي فلوس لبنتها؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ وبعدين يا حبيبتي دي اخته، من حقها تاخد من اخوها. اللي قال لي يا ماما اخت طليقها قابلتني في الشارع وحكت لي على كل حاجه وقالت ان بنتك شغاله في المكتب اللي في البيت اللي جنبها، صح ولا لا؟ ومرتبها معدي ال4 5000 جنيه. وانت عايزه ايه دلوقتي يا زوزو؟ عايزاكوا تفهمي ابنك شويه، تقدري غربته وفلوسه وشقاه ده اللي بتديهم لبنتك. حبيبتي بنتي دي ابوها ميت، يعني يتيمه، يعني وماله لما اخوها يقف جنبها؟ وانا ابويا ميت والله، وعيالي بقى مستنيين ابوهم اللي مسافر في الغربه بقاله قد ايه عشان يشوفوه. وانت جايه بقى دلوقتي تحكي لي مشاكلك وتحكي لي قصه حياتك ولا ايه؟ لك مشاكل. امال ايه؟ بس انا هحكي لابنك على كل حاجه حصلت وهخليه يمنع عن بنتك المصروف ده، وهوريه ان انتوا بتكذبوا عليه في كل حاجه وان انتوا كذابين. ايوه ايوه، يا قصيره يا شبر ونص انتي يا اللي عايزه توقعي بين الاخوات، ما انتي حربايه. انا اللي حجبايه، انا هوريكوا شغل الحرابيق من دلوقتي. يا بنت ايه ده؟ خدي هنا، فين ال2000 جنيه اللي ابني بعتهم؟ 2000 جنيه؟ لا مالكيش عندي فلوس، لا انت ولا بنتك، من هنا ورايح مفيش ولا جنيه هتاخدوه مننا عشان تداري على بنتك كويس. طب والله لو اوريك يا زوزو ويا نانسي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. منك لله منك لله يا رشا، ما انتوا الاتنين قصيرين زي بعض، منك لله لازم تروحي تقولي لها اهو دلوقتي اللي هيقطع الفلوس. ربنا يسترها يا رب.